حقنة النضارة جات لنا أسئلة كتير قوي عن إيه هي حقنة النضارة وإمتى تكون هي العلاج المناسب. حقنة النضارة هي حقنة بتتاخد تحت الجلد، وظيفتها الأساسية إنها تعمل نورشمنت أو تعمل ترطيب داخلي للبشرة، تعمل ريجوفينيشن، تعمل نضارة طبيعية في الخلايا بتاعت الجلد. طيب هل حقنة النضارة لو اتحقنت في وش فيه حبوب مثلا أو فيه تجاعيد هتديله نضارة؟ لا، مش دي وظيفتها. الوظيفة بتاعت الحقنة بتاعت النضارة تظهر جمال البشرة الطبيعية اللي اوريدي متعالجة من أي مشكلة جواها. طيب بيجي لي أسئلة كتير، يا دكتور أنا محتاجة أعمل نضارة في بشرتي. يبقى السؤال المظبوط إن إحنا إزاي الأول ندي نضارة للبشرة. النضارة بتيجي عن طريق العلاج المناسب. يعني مثلا البشرة فيها حبوب، ما ينفعش أقول لها هحقن لك حقنة النضارة وهتلاقي نضارة في بشرتك. لا، أنا لازم أعالج الحبوب. بعد ما تتعالج الحبوب والبشرة لونها يتوحد، ابتدي اضيف لها حقنة النضارة. ساعتها هي هتشوف النضارة في بشرتها وهتلاقي الترطيب المناسب ليها. طيب في تجاعيد، يبقى لازم اشيل التجاعيد دي الاول عن طريق تنشيط الكولاجين سواء بالاجهزة او بالحقن الموضعي. في النهاية حابين نقول ان حقنة النضارة او ان النضارة الطبيعية بتاعت البشرة بتظهر مش بس عن طريق حقنة النضارة، لا، عن طريق تعويض البشرة الحاجة اللي فقدتها عشان تظهر فيها النضارة بشكل طبيعي.